اهلا معاكم سارة. وفيديو النهاردة هنعمل الباستا فلورا، بس هنقدمها بطريقة مش تقليدية، هتكون مناسبة جدا للعزومات، المناسبات، الحفلات. شكلها مميز وشيك جدا. يلا نبدأ على طول ونشوف ازاي هنعمل وصفة النهاردة. اول حاجة طبعا هنبدأ بيها وهي العجينة. هنحتاج 2 بيضة. طبعا مش محتاجين نقول ان كل المكونات اللي هنستخدمها تكون بدرجة حرارة المطبخ. نص كوباية زيت، فانيليا، نص كوباية سكر، يفضل هنا السكر يكون ناعم، رشة ملح أكيد في المخبوزات، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، كوبايتين ومعاهم معلقة كبيرة مليانة من الدقيق. والطريقة سهلة جدا. في بولة هنبدأ نضيف البيض وعليه السكر، الفانيليا، الزيت مع الزبدة زي ما اتفقنا. أنا بحب أعمل ميكس بين الزيت مع الزبدة. لو حابين تعملوها زبدة بس، حابين تعملوها زيت بس، الاتنين هيكونوا ناجحين وهيدونا نتيجة في النهاية حلوة جدا. بس هيكون اختلاف في حاجة واحدة، هو ملمس العجين في النهاية بعد ما يستوي. لو بتحبوها تكون مرملة قوي فانت تستخدموا زبدة بس، حابين ان هي تكون مقرمشة على مرملة فانا بعمل ميكس بين الزبدة والزيت. اما الزيت بس لوحده هيخليها طرية برضو، بس مش بالطراوة انكم لو استخدمتوا ميكس الزبدة مع الزيت او زبدة بس. هضرب كل حاجة مع بعضها، والزبدة هنا لازم زي ما اتفقنا كل حاجة يكون بحرارة المطبخ، وخصوصا الزبدة عشان تقدر ان هي تختلط كويس. وهنبدأ بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي، المهم كل حاجة تمتزج مع بعضها، وخصوصا كمان ان السكر نلاقيه داب تماما. هنضيف الدقيق وعليه معلقة البيكنج باودر ونقلب كويس جدا، وبعد كده نضيف الدقيق على الخليط اللي احنا عملناه في الاول. انا بحب اعمل الخطوة دي كده بالطريقة دي بالمضرب، اللي انا اخلط كل حاجة بيسهل معايا. لو انتوا مبتدئين شوية او محدش بيعمل العجينة دي زي التورت كده، ان احنا بندخل العجينة مع المواد الدهنية او مع كل حاجة، فالحركة دي بتأكد لي ان كل حاجة تمتزج كويس. مش هقلب كتير عشان ادخل كل كمية الدقيق، فانا بحط نص كمية الدقيق هنا لحد ما الاقيه اختفى تماما. بعد كده لما اضيف الكمية التانية من الدقيق مش هكون محتاجة ان انا اقلب كتير. مجرد تقليبة التانية هلاقي ان الدقيق خلاص اختفى معايا كده تمام. ما تنسوش ان معانا كمان معلقة كبيرة، ولو احتاجتوا كمان معلقة كبيرة كمان تقدروا تزودوا. المهم تكون العجينة معايا ناعمة، مش فيها تشققات كتير، وفي نفس الوقت مش اللي هي سايلة قوي وبتلزق معايا. هيختلف من دقيق لدقيق، ومن نوع البيض كمان في احجامه بتختلف. ممكن نغطيها ونسيبها في التلاجة شوية عشان تمسك. هبدأ ان انا اخد منها جزء كده، جزء بجزء، واحطه في قوالب الكب كيك هشكلها. انا مش محتاج ادهن خالص قوالب الكب كيك، هي فيها كمية زبدة هتخلي ان هي تطلع معايا بسهولة ان شاء الله. ولو خايفين ممكن دهنة بسيطة خالص من الزبدة. وفي اوقات تانية بعملها في قوالب الكب كيك اللي هي الورق الجاهزة، بحطها في يعني بجيب الورق الكب كيك الجاهز ده وبحطه في قوالب الكب كيك، فبتحافظ لي على الشكل وفي نفس الوقت بتديني شكل كمان مختلف شوية بالتجزيعات او الخطوط اللي بيكون في ورق الكب كيك ده. وبتسهل معايا بعد كده كمان ان انا اطلعها بسهولة. بعد ما شكلناها كلها هنعمل فيها كده بالشوكة فتحات صغيرة خالص في القاع عشان ما تخليهاش ان هي تنفخ. ونبدأ نحط الحشوة بتاعتنا، اي نوع مربى متوفر عندكم. وانا بفضل ان احنا نعمله في البيت. في انواع المربات الجاهزة يكون فيها جيلي كتير، لو انت هتستخدموا الجاهز فقلبوا فيها كتير كده شوية عشان تبقى سهلة شوية انكم تعرفوا تضيفوها، ما تبقاش ماسكة نفسها. وفي انواع كمان تانية كمية الجيلي فيها مش كتير، فبفضل النوع ده.
وعلى الوش ببقية العجين هبدأ اعمل اي شكل انا عايزة اعمله، ممكن حتى كمان ما احطش اي شكل من العجين فوق، بس زي ما اتفقنا ان هي باستا فلورا فمتعارف الشكل بتاعها ان احنا في فوق على الوش كمان نحط اجزاء من العجين. حاولت شوية اعمل اي حاجة فطلع معايا الشكل ده، ما حافظت شوية على الشكل بتاعه فبقى معايا كده، بس ايا كان في النهاية هي حلوة. حبيت بس الفت انتباهكم للنقطة دي عشان تاخدوا بالكم لو حابين تقدموها في مناسبة مهمة فتظبطوا الشكل في النهاية. وهدخلها فرن يكون سخن طبعا قبلها بشوية على درجة حرارة 180. هتاخد معايا تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة على حسب حجم القالب. اللي انا عملتها بقوالب الكب كيك الورق، ما حطيتهاش في القوالب نفسها فما حافظتش شوية على الشكل بتاعها. في النهاية بعد ما الاقيها خلاص استوت وخدت لون كده من على الجوانب، ده معناه ان هي استوت من تحت وخدت لون كمان حلو. هقيد الشواية لو انا لقيت ان هي لسه ما خدتش لون من فوق كده. وده الشكل النهائي كده. وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه ويا رب يكون عجبكم. اقابلكم باذن الله في فيديوهات وصفات مختلفة، والسلام عليكم.